السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. أنا جاية مكسوفة منكم، عايزة أعمل لكم فيديو من زمان أوي، بس مكسوفة جدًا، جدًا بسبب الغلاء، وبسبب إن أنا عايزة أقول لكم هنوفّر إزاي وهندبّر إزاي، بس الدنيا على كل الناس وعلى كل المستويات الدنيا صعبة أوي. ربنا ييسّر أمورنا وييسّرها للجميع يا رب كده إن شاء الله. أنا هاحاول جاهدة إن أنا أعمل لكم فيديوهات ت ت يعني توفّر وبرضه نعمل حاجات كويسة. اللي قدامكم دي أم علي بأبسط طريقة، مش هتصدّقوا أنا عملتها إزاي. كان عندي طبعًا أنا يعني إحنا بنقول نوفّر، بس مش معنى كده نحرم ولادنا من حاجات كتير. ده زي ما أنتم شايفين كده عيش شاورما نشف منّي، طلعته من الفريزر ونشف. عملت كان كمية كبيرة، عملت منّه جزء حطيت له كده زبدة خفيفة ودخّلته الفرن، بقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. يعني حلو كده بقى مقرمش وجميل. عايزة أقول لكم بقى ممكن رقاق، ممكن بواقي رقاق مكسّرة وأنتِ بتعملي، بواقي جلاش، اتصرّفي. ما لقيتيش خالص ممكن عيش كده فينو، بواقي عيش فينو، حمّصيها وحُطّي عليها معلقة سمنة ودخّليها الفرن. الباقي دوّة أنا هاشيله في الفريزر وأعمل منه مرّة تانية إن شاء الله. بُصّوا بعد ما أنا حمّرته شكله عامل إزاي، التحميرة يعني بحاجات بسيطة أوي، معلقة زبدة بسيطة كده ودخّليه الفرن وأنتِ بتعملي أي حاجة في الفرن، في 5 دقايق هيكون بالشكل ده. وتقلّبيه مش مهم يتكسّر أكتر مش مشكلة. جِبنا البرام بتاعنا الجميل وهنعمل إيه، كل اللي أنا هاستهلكه في الموضوع ده كُلّه هو نُص كيلو لبن. يعني هي التكلفة اللي أنا هاصرفها طبعًا عيش الشاورما ده كان عندي في البيت، وزي ما قُلت لِك ما توقفيش على حاجة، ما فيش عيش شاورما، في عيش في رقاق، في بواقي جلاش، ده لبن، والقطعة اللي أنتم شايفينها دي ده وِش اللبن، وكان عندي كمان وِش لبن تاني، وحطيت عليها حليتها وحطيت عليها معلقة جوزة الهند. ما كانش عندي مكسرات، الصراحة راحة. أنتم عارفين يعني أنا عايزة أعمل حاجة حلوة، هاعمل إيه طيب؟ لازم نتصرف. الباقي بقى ده أنا هاشيله في كيسة ينفع مرّة كمان. أنتم عارفين الشتا بيبقى عايز دايمًا تعملي حاجات حلوة، وحاجات على قد الإمكانيات يعني. فربنا ييسّر للجميع كده إن شاء الله. وإحنا بنتفرّج على الفيديو كده يا ريت ما تنسوش تصلّوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ودايمًا ما عليناش لازم كُلّنا باوصيكم وباوصي نفسي دايمًا وأنتِ بتعملي أي حاجة بذكر الله. بُصّوا أنا كده سقيته باللبن المتحلّي التحلية اللي تعجبِك. في ناس بتحبه مسكّر، في ناس بتحبه لأ، عندِك مكسّرات، عندِك سوداني، حُطّي ما تبخليش. شايفين الكام قطعة دي قطعة زبدة وكام قطعة صغيّرين هناك أهُم دول وِش اللبن. اتفقنا. وِش اللبن طبعًا أنتم عارفين إن أنا باشيله لمّا باغلي اللبن باجيب لبن مثلًا جاموسي حلو كده من عند اللبّان وباغليه وباحوّش الوِش. أو الناس اللي عندهم فلاحين بقى وعندهم لبن بخيره ما شاء الله، يعملوا زي ما باقول لكم كده. زي ما أنتم شايفين قدّامكم كل حاجة بصراحة. حطيناه في الفرن الجميل بتاعنا، وهيطلع أحلى برام أم علي يتاكل سُخن هيبقى تحفة. مش معنى إن أنا يعني باوفّر إن أنا ما يعني أحرم ولادي يا جماعة، غصبٍ عننا كلّنا. شايفين بيبكبك إزاي؟ شايفين؟ اللبن بيغلي أهو. عايزة أقول لكم طلع تحفة واتنسف في ساعتها. ما شاء الله، ما شاء الله، بالهنا والشفا على اللي كَلُه، جميل جدًا. وما تنسوش إن أنا كمان عندي كمان كيس تاني عيش شايلاه هاعمله برضه إيه، برام تاني إن شاء الله بإذن الله. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم، إن إحنا نعمل حاجات الفترة الجاية ديّة أقل إمكانيات، بحيث نملى البيت خير. طبعًا عشان توفّري لازم بتتعبي شوية، بتعملي مجهود شوية عشان تعملي حاجات حلوة موفّرة. وقبل ما نختم نقول اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.